اطمنت بالرسالة دي قوي. ربنا بيقول لي اكتب براحتك وطلع اللي جوه قلبك من محبة أكرمتك بفضلي وبرحمتي بيها، فما تمنعش نفسك من وصفها. ربنا عالم بضعفي وقلة حيلتي، عالم إنه لا حول لي ولا قوة إلا بيه، عالم بإني مش هقدر أحصي فضله ولا كرمه ولا رحمته ولا محبته ولا أي نعمة من نعمه اللي بيكرمنا بيها في الدنيا. سواء كنا واخدين بالنا من النعمة دي وفضلوا بيها علينا أو اتعودنا عليها وبقينا حاسين إنها حق من حقوقنا وعادي، ربنا عالم إني مش هقدر أحصي بضعفي وعدميتي من غيره إني أوصف إحساسي بتوليه لينا في الدنيا في كل أمور حياتنا. رسائل الربانية هي جزء صغير قوي من تولي ربنا لينا في الدنيا، جزء لا يحصى من رحمته بينا. بيبعت لنا رسائل بيهون بيها علينا أي ابتلاء بنمر بيه بيسر جميل، ييسر بيه علينا لحظات العسر اللي احنا بنمر بيها عشان يكفر بيها عننا أي ذنب عملناه. جزء لا يحصى من رسائل المحبة من حبيب لحبيبه تدله وترشده لطرق الوصول لدرجات محبة أعلى عنده، وهو أعلم بقلوب عباده واللي فيها ومين يستحق محبته ومين لا. جزء لا يحصى من ملكه فيه عباد هو سبحانه وتعالى رب ليهم. الرسائل الربانية هي جزء لا يحصى من صبره على عباده، واللي مهما تكرر منهم الغلط والذنب في أي حق من حقوق الله بيتوب عليهم وبيبعت رسائل قصاد عيونهم ليل ونهار، رسائل هدفها تبين لهم إن اللي خلقهم صبور على اللي بيعملوه من غلط ومستنيهم يرجعوا ويتوبوا عشان ينقلهم لمنزلة أعلى وللذة أحلى بالقرب منه. وفي النهاية الرسائل الربانية بمعناها الأوسع هي جزء صغير قوي بيبان في كل صفة من كل اسم من أسماء الله الحسنى، وإلي لو جمعناها كلها وفهمناها بنعرف إن في خالق بيتولى شؤون عباده في الدنيا، خالق بيتولاهم برسائل عشان ما يتوهوش في الدنيا، خالق خلقهم وخلق لهم دين وأرسلوا ليهم عن طريق رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام عشان يمشوا بكلام الله، واللي حرفيا لو طبقوه واتبعوه وفهموه بقلوبهم هيرتاحوا في الدنيا حتى يلاقاهم الله في الآخرة يوم العرض عليه وهم فرحانين برضاه عليهم بفضله وكرمه ورحمته. كنت معكم أمل جودة في برنامج وجهة نظر على راديو حكاية.